الدراري غير باش نكونوا واقعيين شويه، راه ما كاين اللي كيدمر الانسان، واصعب سيتوياسيون يقدر يتحط فيها الانسان هي السيتوياسيون ديال الفراغ. حنا ديما كنمشيو بديك الفكره ديال انه تماره والكرفي كتدمر الانسان نفسيا، ولكن هاد القضيه هادي راه غلطه ثق بيا، راه هادشي غير عقلك كيوهمك بها باش انه يميلك الراحه، ولكن الا مشيتي وبقيتي مرتاح بزاف ودخلتي في ديك السيتوياسيون ديال انه كتولي كتعيش الفراغ، ثق بيا باللي غتدمر نفسيا. كان واحد العباره عربيه زوينه كتعجبني بزاف كتقول الفراغ يقتل انبل ما في الانسان، اي انه الفراغ كيقتل انبل ما فيك، احسن الحوايج فيك يقتلهم الفراغ، كيقتل المبادئ ديالك، كيدمرك نفسيا، كياكل من النفسيه ديالك، كيرجعك انسان باهت بدون الوان. حيت اخي بحاجه يقدر يطيح فيها الانسان الدري وبنات راه هو الفراغ، وصول الناس اللي عايشين في الفراغ. الفراغ كيجيب لك اكتئاب، الفراغ كيجيب لك افكار اللي نورمالمون الا تشغلتي ما غتفكرش فيهم. الفراغ كيفكرك في ناس شحال هادي ما بقيتي تهضرش معاهم وكترجع تهضر معاهم. الفراغ كيطيح من القيمه ديالك، والفراغ كيطيحك قدام النظره ديال الناس. واصلا الا جينا نشوفوا شنو هو السر ديال الاكتئاب راه كيجي من الفراغ، خصوصا للرجال، حيت في الفطره والغريزه ديال الراجل اصلا تخلق باش انه ما يبقاش في الفراغ، ما يبقاش في الراحه. من شحال هذه من الانسان البدائي الراجل ديما كيخرج، ديما كيضرب مع الحيوانات، ديما كيجيب قوت العيش، ديما خاصو يكون اكتيف، ما خاصوش يكون ثابت، ما خاصوش يهدى. حيت راه تيقوا بيا الدراري وبنات راه الحياه راه كتخلع. راه ما عرفت دوك الناس اللي ما كيديروا والو كيفاش كيفكروا، ما عرفت دوك الناس اللي كيبقاو جالسين وكيبقاو بلاصتهم واش ما كيخافوش من هاد الدنيا. راه خطير بزاف دابا في 2025 انك تهدى ما دير والو، راه صعيب بزاف، راه كيخلع. انا غير اللي داز عليا نهار ما درت فيه والو راه كنمرض، راه كنحس براسي في مرحله خطر. حيت الا جينا نشوفوا الدراري وبنات راه القوانين ديال الطبيعه راه هما اللي كيتحكموا فينا حنا، والقوانين ديال الطبيعه هما اللي كيقولوا لنا كيفاش حنا نعيشوا، حيت حنا بارت في الطبيعه. بطبيعه الحال الله سبحانه وتعالى راه هو اللي دار هاد القوانين ديال الطبيعه. فمثلا الماء مثلا في الغابه كتشوف بلي داك الماء اللي كيكون في لي لاك ولا في البحيرات اللي كيكون ثابت ما كيزيدش، كتلقاه ديما موسخ، كتلقاه كيولي مستنقع، كتلقى فيه الخز، كتلقاه موسخ وغير صالح للسباحه وغير صالح للشرب. في المقابل ديما كتلقى داك الماء اللي كيكون في الوديان في الانهار اللي ديما غادي كتلقاه صالح للسباحه صالح للشرب. علاش؟ حيت ديما كيتجدد، حيت ما كيهداش، حيت كيبقى ديما اكتيف. يعني الدراري وبنات الا تلفتوا وما عرفتوش كيفاش تعيشوا غير شوفوا الطبيعه كيفاش الله سبحانه وتعالى خلقها، وشوفوا القواعد والقوانين اللي حط الله سبحانه وتعالى في الطبيعه وسير تمشي عليهم، حيت حنا بارت في الطبيعه. يعني عطيتكم هذا المثال هذا ديال الماء، راه هذا اكبر مثال اللي كيدل على انه الانسان حتى هو الا جلس وما كيدير والو وكيبقى بلاصتو وما كيافونسيش وما كيقلبش على دي زوبورتونيتي جداد وما كيزيدش في حياته وما كيديرش كل نهار خطوه ولو تكون غير صغيره، تقبير واخا ما تنجحش في حياتك راه غتدمر نفسيا. هادشي اللي بغيتكم تفهموا. انا ماشي نقول لكم على النجاح الحياتي وانه خصك تخدم باش انك تنجح، لا ما كندويش لكم على هذا الكوتي، هذا الكوتي كلشي عارفه، وانما كندوي لكم على النفسيه ديالك. راه نعطيك مثال، الا مشيتي ضربتي تماره وضربتي الكورفي مثلا في شي خدمه ورجعتي للدار راه كتحس بواحد الاحساس زوين بزاف، كتحس براسك ساتيسفي، كتحس براسك فرحان، كتحس براسك مرتاح، كتحس براسك عندك ايدونتيتي وهويه، رغم انه انت خدام في واحد الخدمه ما حاملهاش، كضرب تماره اللي ما حاملهاش. عكس الا خليتك مثلا واحد الشهر جالس في الدار غير ناعس كتفرج كتاكل وكذا، غيدور عليك داك الشهر غنجي عندك غنلقاك تدمرتي، غنلقاك في غامم ما حاملش راسك، واخا نورمالمون انت مرتاح كتاكل كتشرب، ولكن راه كتحس براسك ما مرتاحش، كتحس براسك مدمر، كتحس براسك عندك كتكون عندك عقد نفسيه، كتكون عندك امراض نفسيه. علاش؟ حيت انت ما مديورش انك ترتاح. هادشي اللي بغيتكم تفهموا. في الطبيعه حنا ما مديورينش انه نرتاحوا، في الدنيا هذه ما مديورينش انه نرتاحوا، حنا تخلقنا في كبد. الله سبحانه وتعالى قال في القران خصك ديما تمشي، خصك ديما تضرب الكرفي، خصك ديما تقاتل، خصك ديما تنوض كل نهار دير حاجه جديده. والراحه كيكون عندها واحد لا ديوغي محدده، الا ديباسيتي ديك لا ديوغي ما كتبقاش راحه، وانما كتقلب ضدك وكيولي فراغ، وهذاك الفراغ هو اللي كيدمرك نفسيا وكياكل منك يوميا. هادشي الدراري وبنات ما عمري سمعت شي واحد دوا عليه، داك الشيء بغيت نبارطاجي معكم، سيتو نبارطاجي مع لي جون بحالي وبحالهم اللي كنعيشوا حنا كاملين في نفس السيتوياسيون وكنعيشوا تقريبا في نفس العمر وغاديين شاقين الطريق، وكنبغيو انه نسمعوا هاد الهضره هذه وباغيين شي واحد اللي يفهمنا، حيت كاين بزاف ديال الناس عايشين في الفراغ وكيحسوا باحاسيس خايبين وما عارفينش علاش كيحسوا باحاسيس خايبين. يعني اللهم الف عذاب نفسي في الخدمه وفي تماره وفي انك تخدم على راسك، ولا عذاب نفسي واحد في الفراغ، حيت داك العذاب النفسي الواحد في الفراغ راه كيكيفالي 100 عذاب نفسي في تماره. والناس اللي عايشين الفراغ راه غيكونفيرميو هذا الشيء هذا، حيت راه الفراغ الدراري وبنات راه كيركب فيك عادات خايبين، كيخليك تبلا، كيخليك دير شي حوايج اللي ما عمرك تخيلتي راسك انك ديرهم. يعني كون كنتي مشغول ما كنتيش غدير دوك الحوايج، يعني بسبب الفراغ تكونوا عندك دوك العادات الخايبين اللي انت اصلا ما حاملهمش في راسك. يعني وانتم اللي كنبغيت نوصل لكم الدراري وبنات، عافاكم بعدوا من الفراغ وعافاكم بعدوا من دوك الناس اللي كيبقاو يهموكم بلي انه الراحه خصك تعيش مرتاح، خصك تكري داك لونفيرونمون بيرفكت باش انك تبقى غير ناعس واكل شارب ما دير والو وغيصحاب لك بلي هذيك هي الحياه السعيده.
راه ماشي هي ديك الحياه السعيده. الحياه السعيده هي انك تكون اكتيف كل نهار، وكل نهار دير شي حاجه اللي تحسك باللي نتايا عندك واحد الهدف علاش انت مخلوق ابر العبادات والقرب من الله سبحانه وتعالى. وبحال هكا الدراري والبنات نكونوا وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، والى عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات شجعوني ديال بصح وخليوا لي في لي كومونتير باش انه نرجع لليوتيوب ونبقى بوست في يوتيوب بحال هذا الفيديو هادو، حيت صراحه كنعكس ديال بصح انه نبوست في يوتيوب حيت ما كيكونش عندي الوقت وكنكون عيان بسبب الخدمه بزاف ديال الحوايج، داكشي علاش ما كنبوستش في يوتيوب. داكشي علاش ضغطوا عليا وخليوا لي كومونتير باش انه نقدر نولي نبوست لكم فيديوهات في يوتيوب يوميا ان شاء الله، ولا نهار لا غنحاول، واخا صعيبه بزاف ولكن غنحاول انا نبوست لكم في يوتيوب تقريبا نهار وبالنسبه للناس ديال الفيسبوك اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا في فيسبوك دخلوا كاملين لاشين يوتيوب الدراري وبنات، غنخليها لكم في الكومونتير الاول وتابوناو حتى ما فين غنبدا نبوست الفيديوهات. وهذا ما كان، نحبكم في الله والسلام عليكم.